مساء الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ معاكم مصيف للاكل البيتي. طبعا ما تنسونيش في لايك وتعليق كويس يا حبايبي، وتفعلوا الجرس عشان الفيديو كل الناس تشوفه. تمام. وعشان قناتي تكبر ليكوا وبيكوا. ما تنسوش طبعا اشتراك في قناتي عشان كل الناس تشوفني يا حبايبي. وطبعا زي ما عودتكم ان انا كل لما بعمل غدا بقول لكم عليه. يمكن حد اللي يحتار، اللي يقول لي يا مسيف انا مش عارف اعمل ايه بكره، ولا مش عارفه اعمل ايه بكره. فانا بديكوا اختيارات. انا طبعا عملت اكل ايه النهارده، فانا بوريه لكم وانتوا تعملوه. تمام. او اللي حابب يعمله واللي مش حابب براحته. تمام يا حبايبي. النهارده عملت رز بشعريه، وعملت بطاطس مطبوخه. هي اسمها كده بطاطس مطبوخه، مش صينيه. تمام. وعملت باميه، وعملت بانيه، او زي ما انتوا شايفين الفيديو كده يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله، الطعم ان شاء الله باذن الله روعه. تمام. والشكل روعتين، وان شاء الله تجربوه ويعجبكم. تمام. عملت رز بشعريه وباميه. طبعا الباميه صغنونه جدا، انا بحبها صغنونه، انا جايباها من السوق صغنونه جدا. بصوا عامله ازاي، صغنونه خالص اهي، مش باينه برضو قوي في الكاميرا. اللي هي بتبقى الزيرو انا بحبها صغنونه خالص كده، بتبقى طعمها جميل ومعسل جدا. تمام. ادي الباميه يا حبايبي، وادي البطاطس المطبوخه، وادي البانيه. الاكل ده يا حبايبي على فكره مش معمول بالشوربه ولا حاجه، عشان كل الناس اللي طبعا في ناس بتقدر كل يوم تجيب فراخ ولحمه، وفي ناس ما بتقدرش. فطبعا ممكن ناس تعمل اكل عادي زي ما انا كده عاملاه النهارده. انا طبخه الاكل ده بالماجي مش بالشوربه. تمام. عشان طبعا اللي مش حابب يقدر، او اللي مش قادر يجيب كل يوم فراخ ولحمه، يعمل بنفس الطريقه دي. انا عملت الرز ازاي؟ عملت طبعا بسمنه عشان يكون طعمه حلو. لازم قدام هو مفهوش شوربه يتعمل بسمنه. تمام يا حبايبي. وبماجي فاين فوز، وطبعا ملح، وخلاص على كده. وبقى بالمنظر ده، وطعمه بسم الله ما شاء الله. وبصوا مفلفل اهو وزي الفل. تمام. برضك الباميه الصغننه الجميله دي برضك عملتها عادي بالصلصه وبالبصل وبالثوم وبالفلفل وبماجي فاين فوز. وبرضك البطاطس كده المطبوخه. تمام. يعني ما عملتش شوربه، عشان يا جماعه الناس اللي ما بتقدرش كل يوم تجيب لحمه وفراخ ممكن تعملها بنفس الطريقه زي ما انا عملتها النهارده كده. انا جبت بانيه جنب الاكل، ما عملتش الاكل بشوربه لان ما كانش متوفر عندي شوربه. فطبعا انا عملت الاكل ده من غير شوربه. طبعا لما بيكون عندي شوربه او بجيب فراخ ولحمه بعمل، لكن النهارده عملت الاكل وما كانش عندي شوربه. عملته زي ما انتوا شايفينه كده، وعملته بالبانيه، وخلاص على كده. للناس برضو اللي ايه، اللي ظروفها على قدها، او اللي مش بتقدر كل يوم. تمام يا حبايبي. او زي ما انتوا شايفين. ما تنسونيش بقى تجربوا وتقولوا لي ايه رايكم. كل يوم بديكوا، او يوم بعد يوم، او يومين بعد يومين، على حسب ما بنزل. تمام. بديكوا فكرات او انتوا تعملوا ايه كل يوم. طبعا انا عملت الطبختين حمر لان على حسب ولادي ما هم نفسهم، لان طبعا انا بسالهم كل يوم تاكلوا اكل ايه كأي ست مصريه يعني بتسال كل يوم ولادها تاكلوا ايه. تمام. فهم على حسب ما بيختاروا بقى. فانا بحاول ارضي كل الاطراف يعني. تمام يا حبايبي. ان شاء الله تجربوا الاوردر ويعجبكم، وتقولوا لي طبعا ايه رايكم فيه. وعايزاكم تعليق كويس ليا لام سيف حبيبتكم. وعايزه ان شاء الله اشتراك في قناتي، عايزه قناتي تكبر بسرعه 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 عشان تشوفوا كل فيديوهاتي وانزل لكم فيديوهات اكتر. وكل سنه وانتم طيبين. هستنى تعليق، وهستنى تفعلوا الجرس عشان الفيديو ينتشر وكل الناس تشوفه. وانتظروني فيديوهات تانية جديدة. باي باي.